فاجأ قائد المنتخب المغربي السابق عبد السلام واد رئيس مولودية وجدة السابق محمد هوار بخصوص ملفه القاضي بتوصله بمبلغ قيمته 9 مليون سنتيم من نادي المولودية، ورفض واد التنازل عن الحكم أو التخفيف من قيمة التعويض، مصرا على نيل جميع المستحقات التي ألزمت بها المحكمة الرياضية الدولية الطاس الفريق الوجدي بأداء مبلغ 900 مليون سنتيم لفائدة الدولي المغربي السابق. وأشار واد في تصريحات لموقعه الإخبارية أن هوار يجب أن يتحمل مسؤولياته الكاملة لأنه السبب الرئيسي وراء حكم الطاس. وزاد موضحا: طلبت من هوار منذ تعاقدي مع النادي الوجدي أن يسمح لي بالاشتغال سنة كاملة دون راتب شهري متضمنة في العقد. وأضاف: كنت واضحا لن أتلقى أي سنتيم طيلة سنة كاملة، وفي حال لم تكن نتائج جيدة سأغادر النادي دون أن أطالب بأي تعويض. وختم هوار: كان له كلام آخر كسر العقد، وعليه أن يتحمل نتائج قراره. وكان هوار قد أكد في وقت سابق أنه يتحمل مسؤوليته في قرار إقالة واد، وأنه مستعد لدفع تعويضات الطاس من ماله الخاص.